السلام عليكم. وعليكم السلام. How can I help you today? ممكن نهضروا بالدارجة المغربية؟ أكيد نتكلموا بالدارجة المغربية. شنو الجديد عندك؟ المشكل اللي عندي هو حنا الناس اللي كنحققوا الشروط ديال الفيسبوك من بعد ما كنحققوا يعني 60,000 دقيقة و5000 متابع وكنزلوا الفيديوهات اللي مطلوبة منا. المشكلة هو أنها كتبقى لنا ديك السياسة، اتباع السياسات تحقيق الربح. شنو الحل ديالها؟ في هذه الحالة من المهم أولا تأكد باللي الصفحة ديالك ما فيهاش أي مخالفات وسياسة فيسبوك. واخا حققتي شروط المتابعة ممكن يكون مشكل في نوعية المحتوى أو حقوق النشر. حاول شوف فيسبوك كرييتر ستوديو وتشوف الرسائل اللي كيبعتوها لك فيسبوك بخصوص السياسات. إلا كان كلشي واضح تواصل مع الدعم ديال فيسبوك ووضح ليهم الوضعية ديالك. وعندنا واحد المسألة أخرى، حتى فاش كنحققوا المشكل ديال السياسة كنحيدوه كيولي عندنا مشكل ملي كندفعوا المراجعة ما كيردوش علينا بالشهر بشهرين. شنو الخلل؟ واش منا ولا منهم ولا من إدارة فيسبوك؟ هاد التأخر في المراجعة ممكن يكون من عند إدارة فيسبوك، حيث في بعض الأحيان كيكون عندهم عدد كبير ديال الطلبات وكيحتاجوا وقت باش يراجعوا كل شيء بتناعم. إذا كنتي متأكدة بلي كل شيء مزيان من جهتك من الأحسن تصبر شوية وتتابع الوضع. إلا طال الحال بزاف حاول تواصل مع الدعم ديال فيسبوك باش يفهموك الوضعية أكثر. وهذا هو المشاكل اللي عندنا حاليا. وباش نتغلبوا على فيسبوك بصفة عامة ومكلنا نحققوا منه أرباح من بعد ما نفعلوا الربح ويقبلونا، شنو الخطوات اللي يمكن تنصحي بهم المتابعين؟ باش نتغلبوا على هاد المشاكل ونسهلوا الربح من فيسبوك بشكل أفضل نقدروا نصيبوا المتابعين من خلال هاد الخطوات. وتنويع المحتوى، خصك تبدع وتقدم محتوى متنوع وجذاب كلام اهتمامات جمهورك، سواء فيديوهات تعليمية ترفيهية أو تحفيزية. ثالث، التفاعل المستمر، تجاوب مع المتابعين ديالك وتشارك معهم في النقاش. هادشي كيخليهم يحسوا بالتقدير وكيقوي العلاقة بيناتهم وبين المحتوى ديالك. خاصك تركز على استهداف الفئة اللي غتستافد من المحتوى ديالك. 4، التوقيت المناسب، نزل المحتوى ديالك في الأوقات اللي كيكون فيها التفاعل كبير. هذا التوقيت يقدر يختلف على حساب الجمهور ديالك، خاصك دير شوية ديال التجربة باش تعرف الوقت المناسب. 5، استمرارية، حافظ على استمرارية نشر المحتوى. المتابعين كيقدروا يستناو الجديد ديالك، فحاول تحترم هذه التوقعات. شكرا بزاف الذكاء الاصطناعي على هذه النصائح المهمة، وإن شاء الله غادي نحاول نخدموا عليها ونتفاداو المشاكل. بالصحة وكنتمنى لك التوفيق. إلا احتاجتي أي مساعدة أخرى ولا نصائح راك عارفين تلقاني. راه كما كتشوفوا الإخوان، راه المشكل اللي كنشرحوه هو اللي كيقول الذكاء الاصطناعي، لحقاش حنا كنقراو من السياسة اللي حاطها لنا فيسبوك، وإلا تبعتوا هذا الشيء راه حتى واحد ما يبقى عنده شي مشكل. تحية لكم جميعا والسلام عليكم.